نعالج الناس، فتقدمنا بطلب الإحاطة من باب الوقاية خير من العلاج. لا احنا عارفين نعالج وغير قادرين على علاج المرضى، انما نسمح ببث المزيد من السموم والانبعاثات والعوادم اللي بتخرج من مصنع السماد الكائن بمدينة أبي زعبل التابعة لمركز ومدينة الخنك. مصنع السماد يا فندم تم شراؤه لبعض المستثمرين في عهد الخصخصة، وما أدراك ما عهد الخصخصة. مصنع السماد تم أخذه من الحكومة بملالين. يعني يا ريت السيد الوزير الدكتور. اتفضل سيادتك، اتفضل 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 اتفضل. فقلنا على الأقل إذا كان المستثمرين خدوا المصنع السماد بملالين، يبقى على الأقل إنهم يحافظوا على صحة المواطن، صحة العامل اللي هو شغال في المصنع، صحة المواطنين القاطنين بجوار المصنع. تلوث البيئة في منطقة أبي زعبل التابعة لمدينة الخنكة مدمر يا معالي الرئيس، مدمر بمعنى كلمة مدمر. احنا عشان نعدي بالعربية من قدام المصنع اقسم بالله بنقفل الشبابيك، لان وانت بتعدي على الطريق لا تستطيع بأي حال من الأحوال انك انت تستنشق الجو المحيط. على مدار كيلو من قبل المصنع ومدار كيلو من بعد المصنع، الارض المقابله المصنع ده بيطل على طريقه اسماعيليه. وبناء عليه يا فندم ده طلب احاطه اتاجل اكتر من مره. المنطقه المقابله للمصنع والمنطقه الخلفيه للمصنع كل بنسبه 80% الناس مرضى بامراض صدريه نتيجه الانبعاثات ونتيجه العوادم. لا احنا قادرين نحافظ على صحة البشر، ولا احنا قادرين. الحيوانات بتنفق وتموت. الزراعة المقابلة ما بتنفعش، يعني لا حفاظ على صحة بشر ولا حفاظ على صحة الحيوان ولا حفاظ على المزروعات. هناك مدارس فيها أطفال، الاستنشاق والعادم بيدخل الفصول عند الأطفال اللي احنا أصلا مش عارفين نعالجهم. يبقى على الأقل نحافظ على صحتهم. النهارده المصنع ده يا فندم كان له خطه، واعتقد ان معالي الوزير يعرف الكلام ده كويس. كان له خطه لتوفيق اوضاعه من سنتين. يعني ايه توفيق اوضاع؟ يعني تركيب مكثفات، يعني ملء الاحواض بتاعه الترسيب، يعني في حاجات فيها تقنيه انها تحسن او تقلل من الانبعاثات والعوادم اللي بتؤثر على انا بطالب. شكرا شكرا